هدد عدد من الدبلوماسيين ومدير وزارة الخارجية الإيرانية بتقديم استقالاتهم تضامنا على ما يبدو مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي استقال من منصبه. وأظهر تقرير نشرته وكالة أنباء فارس المحلية الثلاثاء اعتزام عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية في إيران تقديم استقالة جماعية بعد ساعات من إعلان ظريف استقالته من منصب وزير الخارجية. وعلق ظريف على تهديد مسؤولي الخارجية الإيراني بتقديم استقالتهم قائلا على جميع الإخوة والأخوات الأعزاء في وزارة الخارجية وممثليها أن يواصلوا عملهم على أكمل وجه وأن يتراجعوا عن هكذا أمر وفقا لما ذكر تقرير وكالة فارس. وفي السياق كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حشمة الله فلاحة بيشة أن اللجنة سوف تعقد جلسة طارئة لبحث استقالة ظريف من منصبه، مؤكدا وجود خلافات بين ظريف وعدد من مسؤولي الدولة حسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية. وحول قبول استقالة ظريف من رئاسة الجمهورية الإيرانية، نفى مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعدي مساء الاثنين صحة ما نقلته بعض التقارير الإخبارية عن قبول الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة وزير الخارجية. وأعلن جواد ظريف مساء أمس الاثنين استقالته من منصبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل انستغرام، إذ كتب: أتقدم بخالص اعتذاري لعدم قدرتي على مواصلة العمل وعن جميع أوجه القصور. مما ينبغي ملاحظته والتوقف عنده أن القسم المشترك بين المحطات الثلاث لجولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الآسيوية أن تلك الدول باكستان، الهند والصين التي زارها قوى نووية ذات اقتصادات عملاقة، كما أن كل منها حليف للسعودية تربطه به علاقات استراتيجية متينة تشمل التعاون في جوانب عدة بما فيها المجال الدفاعي والصناعي. لقد أنهى الأمير محمد الجولة الآسيوية بنجاح بفضل النظرة الثاقبة لخارطة التحالفات والعلاقات في هذه القارة الحيوية التي تنتمي إليها السعودية، وهي نظرة نشأت من تقدير السعودية لمستقبلها وتغليب مصالحها وتوسيع علاقاتها المتبادلة مع عواصم الدول الأخرى بما فيها التي شملتها هذه الجولة الآسيوية الحافلة باللقاءات والمشاورات واتفاقات الاستثمار التي ترجح كل المؤشرات الاقتصادية نجاحها. ولم يكن نجاح الجولة في محطتها الأولى وهي باكستان بسبب الاستثمارات وحدها، بل يعزى في جانبه الأكبر إلى الكاريزما التي تتمتع بها شخصية الأمير محمد بن سلمان، فقد قبل في روالبندي وإسلام آباد بالطائرات وطلقات المدفعية هو بأرفع وسام تمنحه باكستان نيشان باكستان، وتصادف تلك الكاريزما حبا خالصا للسعودية في أفئدة الشعب الباكستاني الذي يتجاوز تعداده 200 مليون نسمة. ولهذا كان الأمير محمد بن سلمان صادقا حين أبلغ رئيس الوزراء عمران خان في مؤتمره الصحفي الختامي بأنه لا يستطيع أن يرفض طلبا لباكستان، لذلك استجاب لطلب مضيفه الباكستاني بإطلاق أكثر من 1000 سجين باكستاني من سجون المملكة. يحاول أعداء السعودية تشويه صورة ولي العهد عبر نشر الأكاذيب والفبركات لاغتياله سياسيا، لكنه ظل طوضا شامخا وفاجأهم في أكثر من محفل بحضوره الكبير والمؤثر، وآخرها في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الأرجنتين. كانوا يمنون أنفسهم بأن حملاتهم المغرضة لتشويه سمعته بالادعاءات الباطلة ستسكت صوت بلاده، ففوجئوا به قائدا ذا شعبية كبيرة في باكستان وضيفا يحظى بالاحترام الكبير في الهند والصين. وهكذا يجب أن يكون القادة الكبار على النقيض تماما مما يحكيه الصغار الذين سيبقون صغارا ومصير مؤامراتهم إلى مزبلة التاريخ. لا شك أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الناجحة لكل من باكستان والهند اللتين تشوب علاقتهما توترات المتفاقمة بسبب قضية كشمير تأكيد جديد على فاعلية الدبلوماسية السعودية على احتواء التوترات بين دول شقيقة وصديقة تربطها بالسعودية علاقات متجذرة وعريقة، بدلالة كسر رئيسي الوزراء الباكستاني والهندي البروتوكول لاستقبال الضيف السعودي الكبير في المطار. ولهذا كان احتفاء الإسلام آباد ونيو دلهي بزيارة ولي العهد كبيرا، لأنه يملك الكاريزما التي تتيح له وساطة ناجحة لخفض التوتر بين البلدين بسبب النزاع على كشمير. وأعتقد أن صحيفة عكاظ تمكنت من شرح تلك المعاني على لساني رئيسي وزراء كل من باكستان وعمران خان، والهند أيضا ناريندرا مودي، من خلال حوارين شاملين حصريين أجرتهما معهما بمناسبة جولة ولي العهد. المقابلتان جزء لا يتجزأ من أي محاولة صحفية لاستقراء كيفية تعامل القيادتين الهندية والباكستانية مع الرياضة وأبعاد زيارة ولي عهدها.
ويمتد تأثير الدبلوماسية السعودية الفاعلة إلى الصين آخر محطات الجولة الشرقية الآسيوية لولي العهد، فما يجمع الرياض وبكين مصالح عميقة، خصوصا أن بكين تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، كما أن السعودية والصين تلتقيان في الالتزام الراسخ بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. الأكيد أن جولة ولي العهد ترسل رسالة واضحة أن القافلة السعودية ماضية في طريقها، وأن الإصلاحات مستمرة ولن تتأثر بمحاولات التشويش والتشويه الغبية، وأن الفشل مصير من يتبنون تلك الحملات ضدها. ومصداق ذلك قول الزعيم الهندي غاندي: ليس هناك طريق للسلام، بل إن السلام هو الطريق. وقد بنت للسعودية طريقها وتاريخها السياسي المعاصر على مبدأ السلام، سلام في الداخل وسلام في الخارج، ولا عزاء للحاقدين. ماكينة تطوير مفاصل الدولة السعودية لا تتوقف، والدولة تواصل تحديث سلطتها التنفيذية كلما استدعى الأمر ذلك. ونائب الملك الأمير محمد بن سلمان الذي أصدر القرارات الأخيرة باسم الملك بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع، والأميرة ريما بنت باندر سفيرة في واشنطن، يشرف مباشرة على عمل الوزراء والمسؤولين في الدولة. والمعيار الأول في الاختيار هو الكفاءة وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة، ولذلك نجد أن عجلة التطوير المستمرة هي سمة المرحلة. وبالتأكيد لا أحد يتوقع أن هذه العجلة ستتوقف عن الدوران قريبا، فمشوار التحديث والتطوير طريقه طويلة وتحتاج إلى استمرارية في تنفيذ برامجه، ولا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة. وإذا كان تعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع لم يفاجئ الكثيرين، ليس فقط لأنه كسفير لبلاده في واشنطن كان الأكثر قربا ودراية بكثير من الملفات السياسية والاستخباراتية والعسكرية، وإنما أيضا لأنه أحد أبناء وزارة الدفاع، عمل طيارا في القوات الجوية الملكية السعودية، كما عمل كذلك مستشارا في مكتب وزير الدفاع، وهو ما ساعده على الاطلاع عن قرب على استراتيجية تطوير الوزارة. فإن تعيين أول سفيرة سعودية في عاصمة أكبر دولة في العالم هو معتبر أكبر مفاجأة سارة للسعوديين قبل غيرهم. فريما بنت بندر بنت سلطان تحط رحالها في واشنطن بعد أن سجلت اسمها كرقم صعب في العمل الحكومي، منافسة شرسة لأقرانها من الرجال، وتمكنت في فترة وجيزة من إثبات قدرة المرأة السعودية على النجاح ومواجهة أقصى الصعاب. تدلف المكتب السابق لوالدها السفير الأشهر في العاصمة الأمريكية كامرأة سعودية أثبتت وجودها عبر مسيرة حافلة قبل أن تكون أميرة أو سفيرة. لا جدال في أن تعيينها في هذا المنصب المهم هو دعم كبير للمرأة في السعودية، إلا أن ما يغفل عنه كثيرون هو أن مسيرة تمكين المرأة في المملكة تتم وفق معايير صارمة ولمن تستحق ذلك، كما هو في بقية المناصب الحكومية، ولا يجري التعيين فقط لأنها امرأة. ومن عمل مستشارا في مكتب ولي العهد كما الأميرة ريما يعي جيدا أن المناصب ليست للتشريف، وإنما خلفها كثير من العمل الجاد المبني على مؤشرات أداء تقيم عمل المسؤولين، ولا تترك مجالا للترقية إلا لمن يستحق ذلك فعلا. تصل الأميرة ريما لواشنطن بينما تعاني العلاقة بين بلادها والولايات المتحدة حالة غريبة من سوء الفهم، فالعلاقة الرسمية لا يشوبها شائب بقدر ما المشكلة مع بعض المؤسسات الأمريكية الرسمية كما الكونغرس مثلا، إلا أن ما يساعد السفير الجديد على تحقيق تطلعات حكومتها في إزالة شوائب أزمة مقتل خاشقجي مع تلك المؤسسات أن هناك أساسا متينا وقويا للتحالف الاستراتيجي السعودي الأمريكي ومصالح يعلم الجميع أنها لا يمكن التضحية بها من أجل أزمة عابرة، فمن ارتكبوا الجريمات تلك تتم محاكمتهم وسينالون العقاب العادل. صحيح أن هناك في واشنطن من يسد أذنيه ولا يريد أن يستمع لحقيقة ما يجري، ويستند في تكوين مواقفه إلى انطباعات خاطئة وروايات لا لأدلة أو براهين تثبتها، إلا أن المطلعين على بواطن الأمور يعون جيدا أن ذلك كله ورغم عدم عقلانيته لن يكون سوى غيمة سوداء مؤقتة ستمضي في طريقها كما مضت أزمات أشد سوءا من هذه. ولا بد للعلاقات من أن تعود لسابق عهدها، وهي المهمة الصعبة التي تقع على عاتق السفير السعودية في واشنطن، لكن الثقة كبيرة في قدرتها على اجتياز هذا التحدي وإنجاز أهم مهمة تكلف بها في مسيرتها.